بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبين فالأول الإظهار قبل أحرفي للهلك ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين هاء محملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بمستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بي المعلمة إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم سنوال تلا والثالث إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن والثالث الإقلاب عند الباء وإن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد دمنتها سف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقاطع ظالما حكم الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شديدا وسمي كل حرف غنة بدا أحكام النون الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الحجاء لا ألف لينة لذي الهجاء أحكامها 3 لمن ضبق إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرفي وسميها شفوية لذا واو وفاء تختفي لقربها والاتهاد فاعرفي حكم اللام الولام الفعل للام الحلال قبل أحرفي أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 قد علمه من إبغ أرجك وقف أقيمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 عيدا ورمزها فعي تب ثم سل رحما تفز دانعا دعس أذن يزل شريفا للكرم واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إذ في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أرهق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفهمنه بالمثل أقسام المد المد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكن والآخر الفرعي موقوف على سبب كحمز أو سكون المسجلة حروفه 3 الفعيها من لفظ وأي وحي في نوئها والكسر قبل يا وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين من الياء وواو سكنا إن انفتاه قبل كل أعلنا أحكام المد
للمد أحكام ثلاثة تدم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد.